صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما بتشوفوني. النهارده هنعمل اكله اقتصاديه جدا، طعمها هايل في منتهى الجمال. الصراحه كل اللي هيجربها فعلا هيدمنها من كتر طعمها الجميل. وفي نفس الوقت اهم حاجه فيها ان هي اقتصاديه جدا. النهارده هنعمل صينيه بطاطس بيوريه بالسجق، ما تستغربوش هي طعمها هايل. انا فعلا لما عملتها كنت مستغرباها الاول، لكن لما دقتها لقيتها في منتهى الجمال. هنعمل كمان صينيه بقطعتين من الفراخ، لو عايزه تزودي من عندك مفيش مشاكل. اهم حاجه ان الصينيتين فعلا اقتصاديتين جدا، يعني مش مكلفين أوي. يلا بينا نشوف عملنا اول صينيه ازاي. اول حاجه صينيه البطاطس بالبيوريه هنعملها، صينيه بطاطس بيوريه سوري، هنعملها بالسجق. هنعملها بطريقه سهله قوي. اول حاجه انا جبت سجق قطعته قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. شوحت البصله مع تومه وبعد كده نزلت بالسجق. واول ما بنزل بيه يعني ما بقلبوش قوي علشان السجق ما يتهراش معانا كده زي ما انتم شايفين، ويبقى ليه شخصيه ماسك نفسه اول ما بينزل في البصل او مع الدهون السخنه. هنا ما حطيتش دهون كتير لان كده كده السجق بينزل من الدهون بتاعته. هنا زي ما انتم شايفين كده نزلت بالبصلة، بعد كده السجق، بعد كده بالثوم والفلفل وشوية بهارات. هو كده كده متبهر لكن انا بحب اجود فيه شوية توم باودر، بصل باودر، بهارات فلفل اسمر. هنا حطيت فلفل حامي وبارد. طبعا البهارات دي بقى ايه زي ما انت عايزة. سنة من الكمون. هنا حطيت فلفل الوان، مفيش مشاكل، حطي البهارات اللي تعجبك. هنا كنت سلقت البطاطس زي ما انتم شايفين كده، غسلتها كويس جدا وسلقتها وحطيت شويه من الملح. لازم تبقى مسلوقه قوي، يعني مش نص سوا، لا انا عايزه مسلوقه. بصوا بقى كميه الخضار اللي فيها بتدي شكل وطعم حلو قوي. لو عايزه على فكره تضيفي بسله، عايزه تضيفي جزر، عايزه تضيفي اي حاجه مع السجق مفيش مشاكل. هنا البطاطس بعد ما استوت قوي ضفت عليها شوية كمون وملح وشوية من اللبن. لو ما عندكيش لبن خلاص ما فيش مشاكل، بتبقى مية. وهبتدي ان انا اهرسها كويس جدا. وبعد كده جبت البايركس بتاعي زي ما انتم شايفين، حطيت نص الكمية وبعد كده نص كمية البطاطس البيوريه، وبعد كده حطيت السجق وكملتها بالبطاطس البيوريه. طبعا هنا حطيت زبدة على فكرة يا جماعة، او لو عندك سمنة مفيش مشاكل، حطي المتوفر عندك، المادة الدهنية المتوفرة عندك، بس لازم تبقى البيوريه زي ما انتم شايفين كده طري. هنا بالفراخ، الفراخ عبارة عن ايه؟ الفراخ عبارة عن عملتها ازاي، يعني عبارة عن قطع فراخ، فراخ مسلوقة مفيش مشاكل. لكن هنا كان قطع من البانيه قطعته قطع صغيرة وبالبصل وبالثوم برضو وبالفلفل ومع شوية بهارات ونص كوباية من المية. استوى، ابتديت ان انا اضيفه في نص صينية البيوريه، يعني نص تحت ونص البيوري من تحت، وبعد كده قطع الفراخ، وبعد كده بقية البيوري. هنا حطيت برضو حاجة بسيطة من المادة الدهنية، سمنة بلدي بقى، زبدة، حطي المتوفر عندك زي ما انتم شايفين كده بقى. هنا القشطه بتاعت وش اللبن هبتدي ان انا اضيفها من فوق الوش. عايزه تحطي شويه جبن بقى، ميكس جبن حلوين كده اللي يعجبك، بس بما انها اقتصاديه انا حطيت قشطه من وش اللبن، يعني انا مش عايزاكم تبقوا تكلفوها. زي ما انتم شايفين كده حطيتها في الفرن بقى، بصوا طالعه خطيره يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. انا بحب دايما بصوا اعمل الوش بتاعها زي ما انتم شايفين. لو عايزه تولعي عليها الشوايه مفيش مشاكل، لكن والله هي مش محتاجه اي حاجه خالص. عايزه تحطي ميكس جبن حطي شيدر، ميكس اللي يعجبك المتوفر عندك، لكن انا اكتفيت بقطعه القشطه من فوق الوش. زي ما انتم شايفين كده استوت والله خطيره. اهم حاجه في البطاطس ديت انك انت تخليها مش متماسكه كده وناشفه، لا بتحطي بشويه لبن، تحطي شويه ميه، المهم تهرسيها كويس جدا مع شويه التوابل وقطعه من السمنه البلدي او السمنه العاديه او زبده المتوفر عندك تهرسيها بيها. هنا بقى انا ما استنيتش ان انا بقى وهي سخنه كده، اول ما طلعتها هنا دي بالفراخ والتانية بالسجق. طلع خطيره يا جماعه، ميكس كده لما تيجي تغمسيها كده. التتبيله بتاعت السجق مع البصل مع الخلطه دي
وانتي بتغمسيها كده كله بيختلط في بعضه وبيبقى ميكس طعمه هايل. انا عايزاكم فعلا تجربوها. زي ما انتم شايفين كده انا ما استنيتش ان هي تبرد، لاني انا يعني بحب الاكلات بتبقى يعني سايحه، زي ما انتم شايفين كده زي البشاميل او الصواني، بتبقى طعمها خطير. وهوريكم لما بقت ماسكه نفسها بقت شكلها ايه يعني. كلوها بالطريقه اللي تعجبكم، لكن انا شايفه ان وهي سايحه كده بتبقى طعمها احلى. ميكس خطير، ان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه تفعلوا الجرس. زي ما انتم شايفين كده، بصوا يا جماعه ميكس كده، وانتوا بتغمسوا تلاقي البطاطس مع السجق مع الخلطه اللي انا عملتها خطيره. بصوا بقى كله بيبقى ميكس في بعضه كده متشبع بعضه. زي ما انتم شايفين كده طعمها في منتهى الجمال. ان شاء الله تعجبكم. كمان بالفراخ خطيره. عايزه تحطي عليها بقى اي حاجه من فوق الوش او الحشو من جوه، اعملي الحشو اللي يعجبك، حتى لو الحشو ممكن شويه جبن. بصوا هنا بقى لما مسكت نفسها بقت عامله ازاي. لكن انا برضو مع ان هي بتتاكل وهي سخنه، كله الميكس بيبقى سايح مع بعضه، بيبقى احلى بكتير. طبعا كليها بالطريقه اللي تعجبك. زي ما شايفين كده بقى ممكن شويه بقدونس من فوق الوش كده طعمها خطير. زي ما شايفين كده هنا بعد ما مسكت نفسها شويه، زي ما انتم شايفين كده الحشو بتاع السجق ده طلع هايل. وبعدين انا ما عملتش كميات كبيره ولا حاجه في السجق، يعني ممكن كام واحده كده يقضوا الغرض. زي ما انتم شايفين كده لما مسكت نفسها، بصوا بقى الخلطه اللي في النص دي خطيره يا جماعه، في منتهى الجمال.